سنة أولى إعدادي، يا رب تكونوا بصحة وبخير وعافية. ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر أحمد، والنهاردة بإذن الله هنبدأ نكمل كده حل الأداءات الأسبوعية. النهاردة هنحل الأسبوع الخامس من نماذج الوزارة، وكمان هنحل الأداء المنزلي اللي هو الواجب اللي المستر هيديهولك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ كده. بسم الله. أول حاجة عندنا بيقولك أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية. احنا قلنا يا شباب اللي ما بيتفصلش خالص لا بالطرق الفيزيائية ولا الكيميائية ده اسمه العنصر. تاني سؤال، مواد مكونة من مادتين أو أكتر غير متحدة كيميائيا. بص، هما مادتين أو أكتر بس ما اتحدوش. طالما ما اتحدوش يبقى دي مخاليط عادي، لكن لو كانوا اتحدوا كانوا هنقول عليهم مركبات. مخاليط يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. بنقدر نميز المكونات بالعين المجردة، يبقى معنى كده إن المخلوط ده غير متجانس. هقول له مخلوط غير متجانس. ليه؟ عشان قدرت اميز المكونات بتاعته واشوف، يعني مثلا زي المية والرمل، بشوف المية والرمل يبقى غير متجانس. رقم أربعة، مادة نقية تكون نتيجة اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكتر بنسب كتلية ثابتة. بص يا صديقي، طالما قالك اتحاد كيميائي يبقى دوت مركب، عشان الاتنين اتحدوا كيميائيا. شبه فلزي يستخدم في تصنيع شرايح الكمبيوتر، طبعا دوت أو الشرايح الإلكترونية، ده السيليكون. سيليكون. طيب، سبيكة تحتفظ بمتانتها في درجة الحرارة المرتفعة، تستخدم في صناعة هياكل الطائرات الحربية. السبيكة دي كان اسمها الألمونيوم، سبيكة الألمونيوم والتيتانيوم. والتيتانيوم. السؤال اللي بعده، صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد ذرات العناصر المكونة للجزيء. الصيغة الرمزية دي اسمها صيغة جزيئية. زي مثلا أقول لك المية H2O، دي صيغة جزيئية. أو النشادر NH3، صيغة جزيئية. طيب، الخواص التي يمكن ملاحظتها وقياس بعضها دي خواص فيزيائية. طالما بتقدر تلاحظها يبقى خواص إيه؟ فيزيائية. اللي بعديها، الخواص التي لا تظهر إلا عند حدوث تفاعل كيميائي، يبقى دي خواص كيميائية. طالما في تفاعل كيميائي يبقى خواص إيه؟ كيميائية. طيب يا شباب نكمل. اذكر مثالا، يعني قول لي مين جزيء مركب عضوي الميثان. الميثان ده يا شباب CH4، مركب عضوي عشان فيه كربون وهيدروجين. جزيء عنصر يتكون من ذرة واحدة، الكربون. كربون ذرة واحدة اللي هو السي، عبارة عن كرة واحدة كده، هتلاقيه ذرة واحدة لوحدها كده. خاصية فيزيائية للتفريق بين المواد، في خواص كتير، في درجة الانصهار ودرجة الغليان واللون والطعم والرائحة. هكتب الرائحة أو الطعم أو اللون، أي حاجة. الرائحة والطعم واللون. هو عايز خاصية واحدة، ماشي. خاصية كيميائية للتفريق بين المواد، عايزين خاصية كيميائية عشان نفرق بين المواد وبعضها. تكون الراصب، ده بيكون تفاعل كيميائي وخاصية بتفرق بين المواد وبعضها. كمان عندك برضو لون صبغة دوار الشمس. لون صبغة دوار الشمس بتكون مع الليمون بتدي لون أحمر، ومع معجون السنان بتدي لون أزرق، يبقى أنت كده فرقت ما بينهم، يبقى برضو إيه؟ تغير لون. سبيكة مصنوعة من الحديد المضاف إليه بعض المواد وغير قابلة للصدى، ده سبيكة الستانلس ستيل. الستانلس ستيل. ستينلس ستيل دوت سبيكة مصنوعة من ايه؟ من الحديد وما بتصديش. سبيكة تستخدم في صناعة الطيارات، قلنا عليها من شوية، السبيكة دي اسمها سبيكة الألمونيوم والتيتانيوم. رقم سبعة، عنصر يستخدم في صناعة الشرائح الإلكترونية، ده السيليكون. اللي بعديها، مادة منخفضة الكثافة يدخل الهواء في تركيبها بنسبة 99.8، دي كانت الأيروجel، المادة اللي كان بيستخدمها علماء الفضاء في صناعة جواكت الفضاء، عشان هي كانت غير موصلة أو عازلة حراريا. مركب يستخدم في تلوين واجهات المنازل والبرديات والتماثيل، ده كان صبغة الأزرق النيلي اللي بيستخدموها المصريين القدماء، وكمان بلاد النوبة لحد دلوقتي بتستخدمها عشان تلون البيوت. تعمل على ضبط مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم، ده كان فيتامين أو فيتامين دي. فيتامين دي اللي كان فيه بيظبط الكالسيوم والفوسفور. اذكر فرقا بين مخلوط الرمل وبرودة الحديد ومخلوط السكر في الماء من حيث طرق الفصل. السكر في الماء يتفصل بالتبخير، نبخره يطير المية ويبقى السكر، والتكثف عشان نجمع المية تاني، تبخير وتكثف. لكن الرمل وبرودة الحديد يتفصل بالمغناطيس، المغناطيس يسحب برودة الحديد ويسيب الرمل. اللي بعديها، جزيء الأكسجين وجزيء الماء من حيث نوع الجزيئات. الأكسجين ده عنصر عشان حاجتين زي بعض، لكن الماء مركب عشان اتحدوا مع بعض، الأكسجين والهيدروجين. رقم 3، جزيء ال O3 وجزيء السي من حيث الاسم. ال O3 ده اسمه أوزون، اسمه غاز أوزون، ماشي. والسي اسمه كربون، ده الاسم، ماشي. طب عدد الذرات، الكربون بيتكون من ذرة واحدة، لكن الأوزون زي ما انت شايف O3 يبقى 3 ذرات. طيب، الماء والعسل من حيث اللزوجة، هقوله الماء أقل لزوجة، لزوجته قليلة،
لكن العسل أعلى لزوجة، يعني لزوجته عالية. السؤال اللي بعده، الفلين والحديد من حيث الكثافة، تعالى نعملها هنا. الفلين بيكون أقل كثافة من الماء، لكن الحديد بيكون أعلى كثافة من إيه؟ من الماء. طيب معجون السنان والليمون من حيث التأثير على ورقة عباد الشمس أو دوار الشمس. معجون السنان قلنا يزرق ورقة دوار الشمس، لكن الليمون يحمر ورقة دوار ايه؟ الشمس. قالب الزبدة وروح الايروجيل من حيث درجة الانصهار. قالب الزبدة دي درجة انصهارها منخفضة، يعني بتسيح بسرعة، حطها على النار هتلاقيها ساحت. لكن الايروجيل درجة انصهاره مرتفعة، صعب ان هو يسيح بسرعة لانه يعتبر مادة صلبة. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث؟ تحليل الماء المحمض كهربيا. لما بنعمل تحليل كهربي للماء اقول له ينحل او ينفصل. ينحل الى، المية تتفك الى هيدروجين واكسجين. الميه تتفك وترجع لاصلها اكسجين وهيدروجين. تسخين مركب اكسيد الزئبق الاحمر برضو ينحل ويتفكك من بعضه الى غاز اكسجين وسائل الزئبق، يتفك الاكسجين وزئبق. طيب غمس ورقه دوار الشمس في عصير الليمون تتحول للون الاحمر، لان الليمون قلنا بيحمر الصبغه الى اللون الاحمر. وضع قطعه خشب في الماء تطفو، هتطلع لفوق، تطفو فوق الماء. صناعة أواني الطهي من الحديد هقول تصدأ، لو عملناها حديد هتصدأ وتتآكل، هتبوظ يعني. استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في ملء المناطيد أقولك لا تطير لأعلى. طب ليه مش هتطير لأعلى؟ عشان كثافة ثاني أكسيد الكربون أعلى من كثافة الهواء، مش هتطلع لفوق زي ما كان الهيليوم بيعمل. السؤال اللي بعديه، علل. يعتبر جزيء الهيدروجين جزيء عنصر بينما كلوريد الصوديوم جزيء مركب. الهيدروجين عنصر هقول لأنه لا يمكن فصل مكوناته. طالما ما ينفعش افصل مكوناته يبقى كده بقى عنصر. العنصر ما يتفصلش خالص. لكن كلوريد الصوديوم مركب لانه يمكن فصله كيميائيا. طيب ماء البحر يعتبر من المخاليط المتجانسة، لانه طالما هو متجانس لانه لا يمكن رؤية مكوناته. طالما ما بتقدرش تشوف مكوناته لانه لا يمكن رؤية مكوناته. طالما ما بتشوفش مكوناته يبقى معنى كده ان هو تجانس وبقى كله دخل جوه بعضه. يطفو الخشب فوق الماء بينما يغوص الحديد فيه. هقول له الخشب يطفو، الخشب هنا يطفو لانه اقل كثافة من الماء، بينما يغوص الحديد هقول لأنه الحديد بقى، لأنه دي يعني عايدة على حديد، لأنه أعلى كثافة من الماء. مين الأقل؟ الخشب. مين الأعلى؟ الحديد. يمكن فصل برادة الحديد عن الدقيق بسهولة. هقول له لا، لأنه مادة مغناطيسية فينفصل بالمغناطيس. بما انه مادة مغناطيسية فينفصل بالمغناطيس اللي هو مين؟ الحديد، لان مادة الحديد مغناطيسية فينفصل بالمغناطيس ايه؟ بسهولة. وكمان في سبب تاني، لانه مخلوط. طالما هو مخلوط يبقى يمكن فصله بسهولة. يعتبر جزيء حمض النيتريك جزيء مركب غير عضوي. حمض النيتريك غير عضوي ليه؟ هقول لانه لا يحتوي على الكربون. لا يحتوي على الكربون. حمض النيتريك يا شباب HNO3. هل في كربون؟ لا، يبقى مش عضوي. يستخدم النيتروجين في ملء اطارات السيارات بدلا من الهيدروجين. هقول لانه لا يتغير بتغير درجة الحرارة، او لا يتأثر بتغير درجة الحرارة. الغاز العادي، الهواء العادي، لما بتسخنه بيتمدد شوية فممكن الكاوتش ينفجر بتاع العربية اللي هو الإطار بتاع العربية. لكن النيتروجين ما بيتغيرش بتغير درجة الحرارة، فده بيخلي الإطار مستقر أكتر. يستخدم غاز الهيليوم في ملء المناطيد. أقول لأنه أقل كثافة من الهواء، أخف من الهواء يعني، وكمان وغير سام وغير قابل للاشتعال. كل دي أسباب بتخلينا إن إحنا نستخدمه في إيه؟ في المنطاد. تستخدم سبيكة الستانلس ستيل في صناعة أواني الطهي. أقول لأنها لا تصدأ، مش هتصدي. لكن الحديد كان هيصدي. تصنع هياكل الطيارات من سبيكة الألمنيوم والتيتانيوم. هقول لأنه بيتميز بحاجتين بقى، بالخفة يعني هو خفيف، وفي نفس الوقت والمتانة، كمان متين وقوي في درجة الحرارة المرتفعة. يعني لو حتى الحرارة بقت مرتفعة جدا برضه يفضل متين. دي فايدة السبيكة دي. تستخدم مادة الأيروجيل في صناعة جواكت علماء الفضاء بتقرر القطبية الجنوبية. هقولك ليه بقى؟ هقول لأن الأيروجيل
عازل للحرارة. عازل للحرارة يعني هيدفي الشخص دوت، وكمان عشان يحمي، وفي سبب تاني لحماية الدب القطبي. ليه بنحمي الدب القطبي؟ قالك ما هو انت لو انت ما كانش عندك الايروجيل ده كان ساعتها كنت هتستخدم الفروة بتاعت الدب القطبي، وبالتالي دوت هيؤدي لانقراضه. لكن لو في ايروجيل مش محتاج الفروة بتاعت الدب القطبي فهيفضل عايش زي ما هو. يعتبر فيتامين دي من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، هقول لأنه يحمي من هشاشة العظام. الفيتامين دوت بيحمينا من هشاشة ايه؟ العظام. تمام كده احنا حلينا يا شباب الاداءات الاسبوعيه، ان شاء الله تذاكروها كويس، وان شاء الله الامتحان الاسبوعي هيجي منها سهل وبسيط. نخش على الاداء المنزلي اللي هو اللي بيكون الواجب او التقويم اللي المستر بيدولك في الحصه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال الاول بيقول لك يعتبر نقط من المخاليط المتجانسه. متجانسه يعني لا يمكن رؤيه مكوناته. يبقى مين بقى؟ الرمل والميه؟ لا ده غير متجانس. زيت وميه غير متجانس. محلول ملح الطعام ليه بقى؟ محلول ملح الطعام يعني ميه ملح، يبقى ده متجانس. من الجزيئات التي تتكون من نفس النوع من الذرات. جزيء مين اللي نفس النوع من الذرات يعني الحاجتين شبه بعض؟ ان و اتش مختلفين. او 2 يعني او يبقى هي دي. اتش 2 او هنا اتش او هنا اتش سي ال، يعني دول مختلفين ودول مختلفين ودول مختلفين، لكن دوت حاجتين متشابهين. طالما حاجتين متشابهين يبقى دوت كده ايه؟ عنصر. يمكن فصل نقط عن طريق التحليل الكهربي بجهاز فولتامتروف. مين اللي انا ممكن افصله بالتحليل الكهربي؟ طبعا الميه. يمكن التمييز عن طريق التوصيل الحراري بين مين ومين. مين بيوصل؟ لما اقول لك عايزين التمييز يعني تفريق، عايزين نفرق بين حاجتين، يبقى في واحده توصل وواحده ما توصلش. الحديد والنحاس الاتنين بيوصلوا، مطاط وبلاستيك الاتنين ما بيوصلوش. نحاس ومطاط صح، ليه؟ لان النحاس يوصل، المطاط اللي هو زي الكاوتش بتاع العربيه كده ما بيوصلش. يمكن فصل محلول ملح الطعام عن طريق ايه؟ عشان نفصل الملح من بعضه هنفصله عن طريق ايه؟ ملح الطعام يعني ميه بملح، محلول ملح طعام ميه بملح، نفصلهم ايه؟ بالتبخير والتكثيف. يعتبر نوع من جزيئات العناصر عديدة الذرات. طبعا الأوزون أسري عديد الذرات عشان فيه 3. المواد التي يمكن فصل مكوناتها بالطرق الكيميائية. عشان نفصلها بالطريقة الكيميائية، أكسيد الزئبق الأحمر تمام صح ينفع بالحرارة. محلول ملح الطعام لا دي طريقة فيزيائية لأن دوت أصلا مخلوط. برودة الحديد مع الرمل فيزيائية عشان ده مخلوط. مخلوط الزيت والمية ده مخلوط برضه، يبقى الوحيدة اللي تتفصل كيميائيا أكسيد الزئبق الأحمر. الصيغة الكيميائية لمركب يتكون من ذرة نيتروجين وذرة هيدروجين وثلاث ذرات أكسجين. واحدة واحدة كده. ذرة نيتروجين وذرة هيدروجين يعني في واحدة اتش واحدة ان وتلاتة أكسجين يعني او 3، هيبقى اتش ان او 3. مين هنا ينفع؟ اتش ان او 3 هو ده. يتلون معجون الأسنان باللون. معجون السنان يتلون باللون ايه؟ عند وضع ورقة دوار الشمس إليه. معجون السنان بيخلي ورقة عباد الشمس يبقى لونها أزرق، يبقى نختار الأزرق. يمكن ملء المناطيد. لو في مناطيد نملاها بغاز ايه؟ المنطاد يبقى غاز الهيليوم. يعتبر مين مركب؟ اوزون لا، اوزون او 3 عنصر. حديد اف اي عنصر. زئبق اتش جي عنصر. صبغه الازرق النيلي عشان كان فيها 4 عناصر جوه، يبقى دي مركب. رقم 12 عدد الذرات في جزيء حمض الكبريتيك. عدد الذرات يعني عد لي كده كله كام ذره. الاتش فيها 2 يبقى احنا كده معانا 2 زائد الاس فيها 1 يبقى زائد 1 والاو 4 يبقى 2 و4 6 1 7 يبقى الاجابه 7. جزيئات المركبات العضوية الآتية تتكون من آلاف الذرات ما عدا. الفيتامين دي كان فيه آلاف الذرات، والهيموجلوبين الدم فيه آلاف الذرات، والبوليمر بلاستيك فيه آلاف الذرات، لكن الميثان ما فيهوش آلاف الذرات. الميثان سي اتش 4 فيه 5 ذرات بس، فيبقى هو ده الوحيد اللي ما فيهوش آلاف الذرات. صوب ما يحتوي خط. يعتبر مين مركب غير عضوي؟ يبقى اقول له حمض النيتريك اللي كتبناه من شويه. حمض النيتريك غير عضوي. يعتبر مين من المخاليط؟ وبرضه على فكره هنا ثاني اكسيد الكربون صح برضه. يعتبر مين من المخاليط؟ هقول له ايه؟ محلول ملح الطعام، مخلوط متجانس. يمكن فصل محلول مين بالترشيح. طالما ترشيح يبقى الرمل والماء. رمل ومية يتفصلوا ترشيح. يستخدم مين في ملء إطارات السيارات؟ قلنا النيتروجين. تعتبر الكثافة ودرجة الانصهار خواص فيزيائية مش كيميائية، يعني دي يمكن ملاحظتها. مخاليط غير متجانسة لا يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية. لا اللي ما بتتفصلش فيزيائيا دي اسمها المواد النقية. المواد النقية ما تتفصلش فيزيائيا خالص. طيب يعتبر NaHCO3 من، فهنا برضو مركب غير عضوي، مركبات غير عضوية. ماشي طيب نكمل. ما المقصود بكل من بقى؟ خلاص المواد النقية هي مواد لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية. المركب مادة نقية تكون نتيجة اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكتر بنسب كتلية ثابتة. العنصر أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها بالطرق الفيزيائية ولا الكيميائية. المخاليط هي بتكون مكونة من مادتين أو أكتر، بس شرط إن هو يكونوا غير متحدتين ويمكن فصلهم بالطرق الفيزيائية.
طيب المخاليط المتجانسة، المخاليط المتجانسة هي مخاليط لا يمكن رؤية مكوناتها بالعين، ما بتشوفش المكونات بتاعتها. والمخاليط الغير متجانسة مخاليط يمكن رؤية مكوناتها بالعين المجردة. المحلول هو مخلوط لا يمكن رؤية مكوناته بالعين المجردة. يعني المحلول دوت هو عبارة زي المية والملح كده، ما بتشوفش مكوناته بالعين المجردة. طب الصيغة الجزيئية هي صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد ذرات العنصر المكونة للجزيء. يعني مثلا لما أقول لك المية صيغتها الجزيئية تقول لي H2، يبقى ده كده عبرت عنه. درجة الانصهار دي الدرجة اللي بتتحول عندها المادة من حالة صلبة تبقى حالة سائلة. زي ما أقول لك درجة انصهار التلج صفر، يعني التلج عند صفر يتحول من صلبة لسائلة. الخواص الفيزيائية هي خواص يمكن ملاحظتها وقياس بعضها، لكن الخواص الكيميائية اللي حلها من شوية هي خواص مادة لا تظهر إلا عند حدوث تفاعل كيميائي يؤدي لتغير شكل وتركيب مين؟ المادة. كده الحمد لله يا شباب، كده خلصنا الأسبوع الخامس. يا رب يكون كان الفيديو مفيد ليكم وفهمتوا منه، وإن شاء الله نتقابل كده في حل التدريبات واختبارات والتقييمات بتاعت الأسبوع السادس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.